تخيل كده لو النبي صلى الله عليه وسلم واقف قدامك دلوقتي، تفتكر أول كلمة كنت هتقولها له إيه؟ طب ما تيجوا نسأل الناس كده ونشوف هيكون ردهم عامل إزاي. يلا بينا. لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم أمامك ماذا تقولي له؟ نقول له اشتقت ليك بزاف، وان شاء الله ربي يكتب لي انني نشوفك في الجنه. نقول له اسمح لينا، والله يجازيك عنا خير الجزاء. صراحة يعجز اللسان عن الكلام. هذا هذا هو الذي وصفه الله سبحانه وتعالى في قرآنه الكريم. صحيح نحن نعجز عن الوصف. لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم أمامك ماذا تقولي له؟ احكي له همي، احكي له بقلبي، كثير اللي بقلبي، كثير كثير كثير. أنا لو كان أمامي أقول له يشفع لي يا شفيع يوم القيامة. لا أقدر أعبر عن شعوري، يعجز اللسان عن الكلام، يعجز اللسان عن الكلام، ولكن الله سبحانه وتعالى يعلم ما في القلوب. قلبي يتكلم قبل لساني. واللي يشفع لينا يوم البعث. شعوري لا يوصف ولدي، شعوري حسيت بحالة تولدت من جديد. ما نقدرش نوصف شعوري، ما نقدرش نوصف سوى أنني أقول له أنني أحبه أكثر من نفسي. آمين. الله لو كان عندك طلب واحد تطلب من الرسول يا ترى هيكون إيه؟ أكون بجواره في الجنة. ممكن الدنيا كلها ما توسعني، يعني فرحة كبيرة وكنت أركع جنب رجليه وأترجى منه، يعني في أكثر من فرحة بس جيتني فجأة ما بعرف شو بدي أحكي. مش عارفة إذا وصلت لحد هنا اعمل لايك للفيديو واعمل اشتراك في القناة وصلي على حبيبك محمد في الكومنتات واستنى منكم جديد. سلام.